رجعنا معكم أصدقائي المستمعين، ما زلنا مواصلين في إيقاع رمضان. نذكركم بطرق التواصل، صفحة الفيسبوك راديو هنا القاسرين، موقعنا على الانترنت www.radio-casrin.in، هذا هو السيت ويب نتاع نسمع عليه. أكيد أيضا رقم الهاتف 52 554 099. مرحبا بكل تواصلكم معنا وتفاعلكم مع مختلف برامجنا على موجة راديو هنا القاسرين. أكيد كما قلت لكم في إيقاع رمضان باش يكون معنا يونس الفرحي ببوشة في نسيبتي العزيزة. مرحبا بك يونس الفرحي معنا في برنامج إيقاع رمضان. مرحبا بك، مرحبا بكل مسلمين، رمضانك مبروك. كل عام وانتم بخير. الله يخليك. عودة نسيبتي العزيزة في جزء الثالث، عودة بعد تغيب عن ناول، أكيد عودة بدون عنصر مهم في سيت كوم نسيبتي العزيزة اللي هو المرحوم سفيان الشاعري. كيفاش كانت العودة هذه؟ هو ما يعني كان اتفاق مبدئي بين الإدارة المنشئة وبين المجموعة اللي تعملت في نسيبتي العزيزة، الأسرة الكاملة نسيبتي العزيزة من مؤلف ومخرج وممثلين وتقنيين، إلى أنه نكملوا نخدموا نسيبتي العزيزة في الجزء الثالث، وصار الاتفاق مع المجموعة الكل. معناها تمت معناها الاتفاق معناها حصرين زاد الكتابة، ثم بشوي بشوي انطلقت في التصوير، وهذا كمان شو في رمضان. بالنسبة لكتابة السيت كوم اثناء يونس الفرحي، يعني عمل على روح في الكتابة عن ناول كانت مع فرحته هنا اثناء يونس الفرحي وحده في الكتابة، لماذا؟ فمش لماذا؟ فما اتفاق مبدئي، اتفاق أول معناها مبدئي بين المجموعة الكل، بين إدارة التسجيل بين أنا وفرحة هنا، على أنه التزامات أخرى في مجالات أخرى في فرحات، دونك أنا انطلقت في الكتابة وكملناها في الوقت. ثم شخصيات ضافت للسيت كوم عن ناول كانت مش موجودة. عدد الشخصيات اللي انضافت للسيت كوم هذايا ما حاولتش تتغير من مجريات الأحداث، من مجريات السيت كوم؟ الشخصيات معناها تطور، معناها إذا كان فما شخصيات جديدة علاش ما فماش بالضرورة معناها تغير على مستوى مجريات السيت كوم كما كنت تحكي. ثم اصول معناها بدايات، معناها اصول شخصيات اساسيه، الشخصيات الاساسيه هي تتطور بطبيعتها للاحسن ولا للاسوء، ولكن اي ظهور لشخصيات اخرى ما يمكنش ان يعيد تطور الشخصيات هذوما، معناها ما يغيرش، لا بالعكس معناها هي اضافه، لا يمكن تسميته باضافه للعمل. في شخصية ببوشة وشفنا انه شخصية ببوشة والفهم مركز يعني التركيز عليها اكثر في السيت كوم، نظرا لانه في الاجزاء الفارزة كانت حاضرة شخصية المرحوم سفيان الشاعري، التركيز اكثر على شخصية الفهم وببوشة. والله ما كناش تركيز اكثر، معناها فما كما نقولوا احنا في بلادنا فما مرابعة، أنا عامل جزء اللي بالعكس، معناها العكس في الغني اللي في الدار اللي بالمنجي وفطيبة وحياة وحسونة جونيور وحجلة وبناية جديدة، ثم العكس اللي ثاني اللي هو في القهوة في البري تاع ببوشة والفهم ومنذر وحمد الكوزدغلي، فما معناها شخصيات أخرى في التاريخ، لكن حاولنا أنه نعملوا هي معناها مروحة بين هذا وهذا، مش تركيز بعينه نخش به ببوشة وفهم ضد او على حساب شخصيات اخرى، لا بالعكس حاولنا ان تكون العمليه مروحه وانه عمليه حاليا نكونوا عادلين بالاساس. الان بعد مرور 4 حلقات من سيت كوم نسيبتي العزيزة، شنو هي ردود الفعل في الشارع حول الشخصيات وحول سيت كوم؟ والله اعتقد انه معناها ردود افعال جيده جدا من طرف الناس، والدليل على ذلك من خلال صبر الآراء الموجود في بعض الهياكل ولا الجرائد ولا غيره. في العزيز تتصدر معناها نسب المشاهدة الأولى للقنوات الفضائية في رمضان السنة إلى حد الآن هي الأولى، وإن شاء الله تكمل هكا. فهذا دليل قاطع على أنه الناس قاعدة تتفرج والناس قاعدة تستنى، وإحنا حاولنا بكل جهدنا أن نكون في مستوى انتظارات الناس اللي يستنوا في نسيبتي العزيزة. حاولنا أن نقدموا الأحسن مننا، حاولنا أنه شكلوا صورة جيدة على شخصيات يعني العائلة يعرفوها. وفقنا أم لم نوفق، أنا مش نكون موضوعي برشا في الحكم على نسيبتي العزيزة، نخلي الحكم للناس، نخلي الحكم معناها للمختصين أيضا، يعني يشوفوا
كانوا ينقذوا من يعيشوا معنا يتعايشوا معنا باش ينقذونا ويكون نقدر ان شاء الله منصف. احنا في نهايه الامر قدر نعمل ان اصبنا فلنا اجرا ولم نصب ناخذ على الاقل الاجر بتاعنا. هذا بالنسبه للجمهور التونسي، ممكن ردود الفعل الجمهور التونسي. بالنسبه للجمهور الجزائري عندكش فكره على ردود الفعل الجمهور الجزائري والمغربي؟ والله لحد الان انا بالنسبه لي انا ما عنديش اتصالات، طبعا عندي مجموعه من الاصدقاء اللي في مدن الجزائريه عدة معناها يشاهدونا ومغرومين برشا بالتلفزيون، ولكن نستنى حتى نشوف نسب المشاهده ان شاء الله يومين باش تتضح الرؤيه بالنسبه لي انا. والله ان شاء الله يكون في موعد على اخوتنا الجزائريين ان شاء الله. انا باش نعطيك رد من ردود الفعل لسمير الوافي. اليوم كان البارح كان كتب على صفحته على الفيسبوك تعليق على سيتكوم مان سيتي العزيزه. باش نقرا لك شنو كتب من بعد باش تعطيني التعليق نتاعك. واش كتب سمير الوافي؟ كتب كنت استمتع بمشاهده سيتي العزيزه وخاصه شخصية الفاهم التي أبدع خالد بوزيد في تقمصها، ولكن شخصية المنجي صارت مزعجة بالمبالغات التي أضيفت إليها، مبالغة في الأداء وفي النص بإظهار كبته وإبراز لهفته الجنسية المرضية والتركيز على ذلك بابتذال مزعج ووقح وصل إلى حد الإيحاءات الجنسية الهابطة التي تفسد فرجة العائلات في رمضان، وهي مبالغات مقحمة ومسقطة لا تضيف شيئا للعمل بل تنفر منه بعض جمهوري. شنو تعليقك؟ والله أعتقد كونه وجهة نظر خاصة بسمير معناها الشخصية بتاع المنجي ما لم تتغير. معناها اللي يشوفها شخصية المنجي في الجزء الأول والثاني والثالث مش تغيرات جذرية عليها. سنستمر كيف ضعفوها هكاك المنجي، دونك ماهوش غريب على المتفرج أن يكون هكاك، لأنه أولا لاحظنا من خلال الجزء الأولى بالكل والثاني. أعتقد كونه زي مش رأيي أنا فقط، رأي الناس اللي يعرفوه المنجي هو مهووس بالشكل هذاك. بقى إذا كان مثل معناها هذايا معناها خدش من معناها من حياة شو معناها شو اسمه سامحني شو سمير ولا سمير. فأعتقد معناها شوف أنا مثل فرنسي يقول on peut pas plaire à tout le monde, plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui. معناها ما نجمش الناس كلها تعجب، الناس كلها تكون معجبة بالعمل بشكل معناه أكيد باش يكون فما ناس ما تنعجبش العمل، أكيد فما ناس باش يجازها العمل، ولكن أعتقد كونه احنا نحكموا على الأغلبية اللي معناها المتفرج اللي تتفرج كما الموسم الأول الموسم الثاني الموسم الثالث. بقى إذا كان حتى فما شكون تخلف نطلبوا معناها العذر الفني ونقولوا اللي ما كانش مقصود معناها. ولا باش نحاولوا نعطوا يعني التلميحات القادمه لنسيتي العزيزه وشخصيه المنجي في الاجزاء الفارطه. كانت الضحكه تخرج من الجدل اللي صاير بينه وبين شخصيه حسونه. سنا كيفاش باش يكون الضحكه باش تخرج من المنجي معناها عمناول ما بين تخرج من الجدل اللي يصير بينه وبين حسون. سنا كيفاش باش تكون؟ اكيد معناها خساره سفيان الشاعر اللي يعرفه وحسونه في المسلسل ايضا باش تخلي بقعه هوا نحن حاسين به ونعرفوه وحاولنا يعني نقراو حسابه من خلال الكتابه الاولى من خلال الكونسيبت نتاع الكتابه، ولكن اعتقد كونه حاولنا شويه انه نبدلوا كما كنت الجدل اللي كان قائم بين المنجي وبين سفيان يعني نزاح الى بينه وبين امه بينه وبين حياة، وايضا في نزوله للمحور الثاني لانه باش يدخل القهوه بعد باش يعمل باش يخدم على روحه. دونك حاولنا انه نلقاو حلول للمنجي، لانه اعتقد كونه حتى كان مش يقعد وحده ولو كان مش دامر معناها المره الاولى والثانيه والثالثه العباد باش تخافوا شوي. دونك حاولنا نلقاو له شخصيات اخرى كي غابيته تغدر كما يقولوا معناها الدور حواليه، ويكون الجدل اللي تفقد بين الشخصيتين بين منجي وسفيان مش يكون بين منجي وجمله من الشخصيات الاخرى. من شخصيه المنجي نمشيو لشخصيه تخميسه الغايبه حاضره في نسيتي العزيزه سنا، حاضره بالاسم غايبه في يعني كشخصيه غايبه في السيت كوم. كيفاش باش تم يعني تدارك شخصيه تخميسه؟
فماش معناها في تدارك انه لا ما فماش تدارك، معناها فما غياب شخصيه وحضور شخصيات اخرى. شفنا معناها في العكس اللوطاني غياب خبيثه وحضور شخصيه الجمعه اللي هم مش من اجل معناها نتحل محلها، ولكن من اجل ان نحاولوا، لانه صحيح معناها حضور تاع سماح دشراوي الفنانه كان حضور متميز ولافت في الجزء الثاني. وايضا حضور الفنانه لطيفه القفصي لتعويض شيئا ما، لتعويض هذا الغياب، كان ذات حضور لافت ومتميز. اعتقد كان يفقد الى حد كبير لطيفه القفصي في ان تحتل المكان هذه، لانه احيانا وجب ان نتعامل بشكل او باخر مع ضرورات الانتاجيه الموجوده في العمل، سواء في عنا ولا في عند غيرنا. معناها اذا كان في ضروره انتاجيه تخليك معناها تخلي شخصيه ما تكونش حاضره وتخليك فيجب تعويضها من خلال النص، من خلال جمله من الحلول الاخرى. هذه حديثنا على سيتكوم نسيبتي العزيزة. باش نحكيو توا على يونس الفارحي وحضوره في التلفزة مؤخرا. بدينا نشوفوه كان في الكوميديا، بعد شوية على الدراما تقريبا. في بالي آخر عمل لي كان عاشق السراب أظن. يعني الأعمال الدرامية هذه علاش ما عادش نشوفوك حاضر فيها؟ على خاطر ما نجمش نوفق بين زوج أعمال في نفس الموسم بكل بساطة، معناها بكل بساطة. معناها ثم استدعاء من طرف بعض المخرجين ليونس الفارحي؟ والله يستعمل في شركة متميزة، مع مشاركة شرفية جدا مع الأستاذ الفنان حبيب مسلماني في مسلسل الدرجة الخامسة اللي باش يبث في الجزء الثاني من شهر رمضان على القناة الوطنية 1. وكان يمكن أن يكون حاضر في أعمال أخرى، ولكن التزامي به ستي العزيزة كتابة وتمثيلا جعلني ما نجمش نكون قادر على التوفيق بين أكثر من عمل، لأنه حتى الحضور مع حبيب مسلماني كان حضور شرفي له. يونس الفارحي والمسرح كما كنا نحكي ديما المشكله في الوقت، ما تنجمش تكون تعمل في نفس العام في نفس السنه. لانه الالتزام بالكتابه مثلا والتمثيل في عمل معين بالنسبه لي انا في ستي العزيزة ولا في غيره يجعلك غير قادر تماما على انك تقوم باعمال اخرى سواء للمسرح او التلفزيون الاخر. فالمشكله في الوقت. بالنسبة لي سيدتي العزيزة، هل انه باش يتواصل اجزاء اخرى والا الجزء نتاع السنة باش يكون ختامي لموسم سيدتي العزيزة؟ والله كل معناها حديث عن التواصل هو سابق لاوانه، واعتقد مازال ما ساعة يتواصل سيدتي العزيزة ونعملوا قاعدة صغيرة يتم فيها تقييم العمل، ثم يتقرر بعد ذلك مش نعملوا جزء رابع ولا مش نعمل. شكرا لك يونس الفارحي، نعيش برشا على المداخلة هذه. حديثنا كان على سيتكوم نسيبتي العزيزة. موافقين إن شاء الله نسيبتي العزيزة مع تواصل شهر رمضان ومع تواصل بس حلقات نسيبتي العزيزة يكون صداه واضح لدى العائلات التونسية. شكرا لك يونس الفارحي. عايشك. شكرا لكم سيدي. عايشك.